والدلالة على أن أهل البيت كانوا يحبون الصحابة أن عليا زوج عمر أم كلثوم ابنته أم كلثوم، لا أدري الآن الصغرى بالكبرى، لكن زوجه ابنته أم كلثوم. فهل يعطي علي ابنته لعدوه؟ لا والله ما يعطيها. لكن الروافض كذبوا، روافض خبثاء لا دين لهم، زنادقة، هم على دين غير دين الإسلام، لأن اللي وضع أصل دينهم رجل زنديق كافر يهودي هو ابن سبأ الذي اعتقد أن عليا إله، فلما حرقهم حرق السبعية فر ابن سبأ لعنه الله، وقالوا الآن علمنا أنك الله. قالوا ليش؟ قال لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار وأنت رب. وتقسمت الشيعة إلى فرق كثيرة، لا يزال منهم الاثنى عشرية الروافض في إيران، في لبنان، في العراق، في المنطقة الشرقية من السعودية القطيف والإحساء، في الكويت، في البحرين، هؤلاء كلهم ايش؟ 12 روافض اتباع الخميني الكذاب، هؤلاء زنادقة لا حظ لهم في الإسلام. 12 من الباطنية، هذا باتفاق حتى ايش؟ الشيعة أنفسهم أن 12 باطنية. وهناك فرقة أخرى تسمى الإسماعيلية، وهي موجودة في الشام وباكستان والهند، زعيمها يسمى آغا خان، وهؤلاء زنادقة أيضا. ومنهم العلويون أو النصيريون موجودون في سوريا تركيا، هؤلاء أيضا زنادقة. ومنهم الزيدية الموجودين في اليمن. ولا تصدقوا أن الزيدية أقرب فرق أهل السنة أهل الشيعة لأهل السنة، كذبون هؤلاء اللي بقول لكم الزيدية أقرب فرق أهل الشيعة للسنة، كذبوا لأنهم لا يعرفوا الزيدية الموجودة الآن. الزيدية الموجودة كلهم جارودية، وهؤلاء ضلال ومبتدعة كلهم جارودية. فالشيعة كلهم الآن الموجودين في العالم هؤلاء يعني معظمهم كفرة للأسف. والحوثيون هؤلاء اللي هم من الزيدية هؤلاء صاروا 12. بدر الدين الحوثي ذهب إلى طهران وجلس هناك في طهران وصار 12. لذلك الآن إيران تدعم الحوثيين وتدعم الحوثيين الذين هم في اليمن، خربوا اليمن، عليهم من الله ما يستحق. والشيعة ليس لهم عدو إلا أهل السنة العرب، ليس لهم عدو إلا أهل السنة العرب، ذلك هم يدمرون البلاد العربية السنية، العراق، سوريا، اليمن، لبنان، إلى غير ذلك من البلاد، نسأل الله أن يزيل ملكهم. طيب.